سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. نتائج مرضية لحماية التربة والمياه في الإقليم الأوسط. جهود لمكافحة الأمراض الحيوانية في إقليم شمال البحر الأحمر. إشادة بالتبرع الطوعي للشباب بالدم. الدول الإفريقية تشجع على استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد 19. الرئيس الأمريكي بايدن يلغي تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. والمفوضية الأوروبية تتوقع نموا اقتصاديا بمنطقة اليورو خلال العام الجاري. السلام عليكم ورحمة الله. قال ممثل مكتب التنمية المروية في قسم الأراضي والزراعة في الإقليم الأوسط المهندس أبيل والدقابر تنفيذ أنشطة مرضية لحماية التربة وحفظ المياه العام الماضي، وأوضح أن الهدف من البرنامج حماية السدود من الطمي، داعيا لاتخاذ مبادرات لحجز مياه السيول. وأشار إلى العمل للتنمية المروية في حمبرتي وإصلاح مساقط المياه على السدود بالنفير وبناء سدود صغيرة ب12 مليون نقفة في قرى عد غشي وصلوت وعد قبرو وفوريتات. وذكر بأن برنامج هذه السنة يشتمل على إكمال سد قلعي وبناء سدود طمامعو وعد حوشة وجمع وتوثيق المعلومات الزراعية. أوضح قسم الأراضي والزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر أن جهود تبذل بالتعاون مع وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان عبر شرب الألبان غير المبسترة وخاصة مرض الإجهاض. وذكر القسم أن العمل يشتمل على التوعية وتعريف المنتجين ومستهلكي الألبان والتطعيم الإجباري للمواشي. وأوضح مسؤول وحدة البيطرة في القسم السيد محمود حسين أن مرض الإجهاض ظهر في مديرية جندع، وبينت الدراسات التي أجريت لمعرفة مدى انتشاره وجوده لدى أصحاب المواشي التقليديين البائعين للألبان، داعيا المواطنين لعدم شرب الألبان غير المغلية واللحوم غير الناضجة. وقال إن مكافحة المرض يمنح الاهتمام لخطره على الرعاة الرحل لانتقاله بلمس مشيمة البهائم والتي يتوجب دفن مشيمة المواشي المجاضة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة قامت بتطعيم مجاني لأكثر من 663 رأسا من الماشية العام الماضي في مديريات قلعلو وفرو ومصوع وجندع وشعب وأفعبت وقرورة بفتح نقاط للتطعيم، غير أن المواشي التي تم تطعيمها لا تتجاوز نسبة 57%. وقد بدأت هذا الشهر عمليات التطعيم في مديريات جندع وفرو ومصوع وشعب لتطعيم المواشي المتبقية. وأفاد المزارعون إلى أن التطعيم السنوي يسهم كثيرا في صحة مواشيهم، مشيدين بجهود وزارة الزراعة. أشاد بنك الدم بالمبادرات الطوعية للشباب للتبرع بالدم لسد احتياجات المستشفيات. وأوضح مسؤول خدمات التبرع بالدم السيد محاري أبراهام أن الشباب يقومون بدور رائد في أنشطة بنك الدم بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي بالدم. وقال إن 95% من الدم المتبرع به عام 2018 كان من الشباب العمال، وارتقى ذلك عامي 2019 و2020 إلى 99%. وذكر النشاط الكبير للشباب لسد احتياجات المستشفيات من الدم خاصة في فترة وباء كورونا. وأوضح عضو الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي بالدم المهندس برخت عبد الصيون إن هدف الجمعية تأمين الدم للمستشفيات، مؤكدا ارتفاع مساهمة الأعضاء. تخرج 176 بينهم 89 امرأة من أعضاء القيادة الوسطى في وزارة الدفاع من دورة تدريبية ل4 أشهر في العمل الصحي الجوال.
وذكر في مراسم التخريج التي جرت في 11 من نوفمبر أن التدريب الأولي نظم ل3 أشهر نظريا وشهر تطبيقيا لأعضاء الدفعة 33 من الخدمة الوطنية في مناطق دقدقتة ودك أمحري وميعيني وشاخة ودب السرعت. واشتملت الدورة التدريبية على الإسعافات الأولية ونقل المرضى وإسعافات المقدمة لعضات القلب والثعابين وأمراض العيون وعلاجها واستخدام الدواء والأمراض الباطنية. وأوضح المشرفون على الدورة التدريبية الصحية أن الاهتمام الذي أبداه المتدربون عزز من فاعليتها. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود لمواصلة الأخبار. قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الدول الإفريقية التي لم تسجل حالات إصابة بمتغير فيروس كورونا المهيمن في جنوب إفريقيا يجب أن تستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19. تصريحات المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية جاءت بعد يوم واحد من إعلان جنوب إفريقيا أنها لن تستخدم لقاح أسترازينيكا استنادا إلى نتائج دراسة محدودة الأثر أشارت إلى أن لقاح أسترازينيكا كان ضعيفا في منع الأعراض الخفيفة والمتوسطة التي تسببها النسخة المتحورة للفيروس التاجي. وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا جون نيكينجانسونغ إن 7 دول في القارة الإفريقية أبلغت عن تسجيل حالات إصابة بالمتغير الجنوب إفريقي، مضيفا أن الحالات المسجلة غير منتشرة كما هو الحال في جنوب إفريقيا. وبدأت بالكاد شحنات اللقاحات ضد كوفيد-19 تصل إلى الدول الإفريقية، ما جعل الكثير منها تستهل حملات التلقيح. ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر الخاص بفرض حالة الطوارئ على الحدود الذي استخدمه سلفه دونالد ترامب لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. وقال بايدن في رسالة وجهها إلى الكونغرس إن الأمر الذي أصدره الرئيس السابق غير مبرر، وإنه لن تنفق المزيد من أموال الضرائب على بناء الجدار. وأعلن دونالد ترامب عام 2019 حالة طوارئ على الحدود الجنوبية، ما سمح له بتجاوز الكونغرس واستخدام التمويل العسكري. وحتى انتهاء ولايته أنفق على بناء الجدار نحو 25 مليار دولار. وبعد قرار بايدن الأخير الأحدث من بين سلسلة أوامر تنفيذية أصدرها للتراجع عن سياسات رئيسية تبناها ترامب، وجاء في رسالة بايدن إلى الكونغرس إنه سيبحث في مراجعة جميع الموارد المخصصة أو التي يعيد توجيهها لبناء الجدار. وكان السياج الحدودي يغطي مسافة تفوق 1000 كيلومتر بقليل قبل تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة عام 2017. قالت المفوضية الأوروبية إن النمو الاقتصادي لدول منطقة اليورو 19 سيسجل نسبة 3.8% العام 2021 بعد تراجع غير مسبوق بلغت نسبته 6.9% في عام 2020. أما في 2022 فسيسجل نمو إجمالي الناتج الداخلي مجددا 3.8%، أي بتحسن واضح عما كان متوقعا في نوفمبر الماضي. ويسمح توافر اللقاحات خصوصا بتوقع انتعاش أقوى اعتبارا من الصيف والسنة المقبلة. وخفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها للنمو في منطقة اليورو خلال العام 2021 آخذة في الاعتبار تأثير إجراءات الإغلاق لمواجهة الجائحة، إلا أنها تعول على انتعاش أقوى من المتوقع اعتبارا من الصيف بسبب اللقاحات. وتوقع جنتيلوني أن يعود اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية في الربع الثاني من 2022 بشكل أسرع من المتوقع. وفسرت بروكسل التدهور في الظروف في الأسابيع الأخيرة بتشديد إجراءات الإغلاق الضرورية في الكثير من الدول الأعضاء للجم انتشار متحورات أشد عدوى من فيروس كورونا. في سابقة جديدة من نوعها قام خباز ألماني بصنع كعكات على شكل حقن لقاح فيروس كورونا بعد انخفاض نسبة الطلب على شراء المخبوزات.
وقال صاحب المخبز الذي يقع في بلدة دورتموند غربي البلاد من أنه كان متخوفا في البداية من أن تكون صناعة مثل هذا النوع الغريب من الكعك خطوة مبالغا فيها، مشيرا إلى أن هذه الكعكة ستكون شيئا طريفا حتى بالنسبة لمن يعارضون تلقي اللقاحات. وأضاف ساخرا أن الكعكة لقاح دون أي أضرار جانبية، وتغطي كعكة الحقنة أو تغطى بعجينة السكر البيضاء. وهذه ليست المرة الأولى التي يبيع فيها المخبز منتجات مستلهمة من أزمة فيروس كورونا، ففي العام الماضي باع المخبز لزبائنه كعكات على شكل لفائف ورق التواليت التي تشتد الحاجة إليها في ظل أزمة انتشار الفيروس. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.